قبل شهرين تقريبا شفت فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة وعجبني جدا لدرجة ان انا قلت ان ده افضل فيلم كوميدي في السينما المصرية اخر 5 سنين، وكان نفسي هشام ماجد يفضل يعمل حاجات مشابهة ليه كده وبره الصندوق. فهل فيلم اكس مراتي كان فعلا فيلم كويس وبره الصندوق؟ قصة فيلمنا بتتكلم عن شخص بيشتغل دكتور نفساني جوه السجن، وبيكون متجوز واحدة كانت متجوزة قبل كده، بس هي كانت قايله له ان جوزها مات، والدكتور بتاعنا بياخد مهمة ان هو يقيم مسجون في السجن علشان هياخد عفو. بس مجرد ما بياخد العفو بنكتشف ان الشخص ده هو جوز مرات الدكتور. فيلمنا اخراج اهم مخرج كوميديا في مصر هو معتز التوني، وبطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح وامينه خليل. وانا بتفرج على الفيلم حسيت ان انا بتفرج على فيلم قلب امه بالظبط، بس في قالب تاني. حرفيا قصه مشابهه بطريقه كبيره، وهشام ماجد قايم بنفس الدور اللي هو كان قايم بيه في فيلم قلب امه. بس هل فعلا فيلم اكس مراتي هو ريميك لفيلم قلب امه؟ نبتدي مع مميزات الفيلم بتاعنا. اول حاجه الكوميديا. مبدئيا الفيلم بتاعنا فيه محاولات كتير جدا لخلق كوميديا من الاحداث، كتير جدا كان بينجح ان هو يخليك تبتسم، وخمس او ست مرات تقريبا كان بيخليك تضحك من قلبك. وبصراحه في اوقات كتير برضه الكوميديا كانت بتقلش منهم وكان بيبقى دمها تقيل شويتين، بس اللي عوض دي المشاهد اللي خلتك تضحك من قلبك حرفيا كانت جباره. يعني أنا فاكر لحد دلوقتي في مشهد خلانا حرفيا نضحك لمده 5 دقايق متواصلين، وده بالمناسبه رقم كبير جدا. تاني ميزه وهي التمثيل في الفيلم بتاعنا. حرفيا يا جماعه محمد ممدوح ضايف كتير جدا في الفيلم بتاعنا ومجتهد في الدور زي عادته، والكوميديا بتاعته لذيذه قوي، والعلامه اللي بيسيبها في اي فيلم بيمثل فيه بصراحه مثيره جدا للاعجاب بالنسبه لي. وعلى فكره بناء الشخصيات في الفيلم بتاعنا كويس جدا، انت بعد اول نص ساعه هتكون فاهم اغلب الشخصيات ودورهم هيكون عامل ازاي، وكذلك السيناريو والحوار برضه بين الشخصيات كان لذيذ جدا. وعلى فكره على عكس افلام كتير قوي في السينما المصريه الفتره اللي فاتت، ضيوف الشرف كان دورهم كويس جدا وفعال. بالعكس دول كانوا جزء كبير من الفيلم واغلب الكوميديا جايه منهم. ومع ان ده فيلم كوميدي بس مشاهد الاكشن اللي فيه كانت كويسه جدا، وحتى مشاهد الاكشن ذات نفسها كانت بتضحك. عيوب الفيلم بالنسبه لي بصراحه تتلخص في القصه كان فيها فجوات كتير، وبصراحه ده انا ما حبيتهوش قوي، وكنت حاسس ان ناقصها حاجات كتير قوي عشان تبقى قصه كويسه. بس برضه برجع افكر مع نفسي ان ده في الاول وفي الاخر فيلم كوميدي، مش مطلوب منه اي حاجه غير ان هو يضحكك، حتى لو القصه بسيطه بشكل كبير، بس برضه ده مش مطلوب منه. بالنسبه بقى للاجابه عن سؤال هل الفيلم بتاعنا ريميك لفيلم قلب امه، في حاجات كتير جدا متشابهه مع الفيلم ده، بس فيلمنا كان متجدد منه بصوره كبيره في الكوميديا وفي الاحداث. بس هل ده معناه ان فيلمنا احسن من فيلم قلب امه؟ الاجابه برضه لا، فيلم قلب امه افضل بكتير بالنسبه لي من فيلم اكس مراتي في الكوميديا. بس مع ذلك فيلم اكس مراتي زي ما قلت يعتبر فيلم كويس جدا كوميديا. ننتقل بعد كده على فقره تقييم الممثلين. اول حد معانا هو هشام ماجد. للاسف هو بالنسبه لي من اقل اداءاته، وبقيت حاسس ان هشام ماجد بيكرر نفسه بصوره كبيره، بمعنى نفس الشخصيه في اغلب الاعمال. بس يظل برضه هشام ماجد هو هشام ماجد ودمه خفيف على القلب جدا، وتقييمي ليه هو 7.5 من 10. محمد ممدوح بقى اللي بصراحه كان دوره كويس جدا، وكل دور بحس ان محمد ممدوح بيتطور عن الدور اللي قبله وبيعمل دور مختلف تماما، وتقييمي ليه هو 8.5 من 10. امينه خليل اللي بصراحه دورها ما كانش فعال قوي وما كانش ليها ظهور كبير على الشاشه، وبصراحه كده في ظهورها ما كنتش حابب المشاهد اللي هي ظاهره فيها بصوره كبيره. تقييمي ليها هو 7 من 10. مصطفى غريب بقى اللي بصراحه انا متوقع ان هو هيكون طلعت زكريا الجديد، وبصراحه مشاهد كتير من اللي انا ضحكت فيهم كان السبب فيهم هو مصطفى غريب. تقييمي لمصطفى غريب هو 8.5 من 10. علي صبحي برضه دوره كان خفيف وضحكني جدا مع ان ظهوره كان قليل، وتقييمي ليه هو 8 من 10. فيلم اكس مراتي هو فيلم كوميدي ولايت وخفيف، قصته بسيطه مش محتاج منك ان انت تعقد الدنيا، انت بس تخش وتتبسط. في فجوات كتير في القصه، والقصه مش مترابطه ولا متماسكه بصوره كبيره، بس ده مش مطلوب منه، انت مطلوب منك بس ان انت تضحك. تقييمي لفيلم اكس مراتي كفيلم كوميدي هو 8 من 10. لو انت شفته وعايز تشوف افلام مشابهه ليه فانا ارشح لك فيلمين. اول فيلم هو فاصل من اللحظات اللذيذه، وتاني فيلم هو قلب امه. سؤال الحلقه، مين هو اكتر شخص في الثلاثي انت حاسس ان هو مظلوم؟ يا ريت لو الحلقه عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان يوصلك كل جديد بقدمه. اشوفكم على خير في حلقات كتير جدا جايه، وسلام.